بداية موسم جديد في البطولة التونسية باش نحكيو شوية على الفرق، نحكيو على المجموعات، نحكيو على الانتدابات اللي صارت في الميركاتو الصيفي، ونعطيو زادا ترتيب زوز مجموعات. خلينا نبداو بنظام البطولة باش يكون زوز مجموعات، كل مجموعة فيها 7 أندية، وكل جورني ترتاح جمعية، يعني زوز جمعيات ما يلعبوش كل جورني. هذه حاجة عادية وتصير كان في الدوري التونسي نورمال. المجموعة الأولى فيها 7 أندية، النجم الساحلي بطل الموسم الماضي، الأولمبي البيجي بطل الكاس، النادي الأفريقي، الملعب التونسي، قوافل القفصر، أولمبي البيجي، مستقبل سليمان، واتحاد بن قردان. المجموعة الثانية فيها الترجي الرياضي التونسي، نادي الرياضي الصفاقسي، الاتحاد المونستيري، النادي البنزرتي، فيها زادة مستقبل المرسى اللي طالع حديثا، نجم المتلوي، واتحاد تطاوي. باش نبداو نحكيو على المجموعة الأولى بالفريق. نبداو بالنجم الساحلي بطل الموسم الماضي. مبدئيا النجم الساحلي غير المدرب نتاعو من فوز البنزرتي لعماد بن يوسف المدرب السابق للاتحاد المونستيري. ميركاتو ليتوال ما كانش كبير برشا، اشرف كرير قدم من الاولمبي البيجي، شوقي بن خضر قلب دفاع قدم من الاتحاد بن قردان، معاهم ريان النصراوي ومحمد امين تريد. ولحد الان اللاعبين هذوما ماهوش مؤهلين انهم يلعبوا في الموسم القادم مع نجم الرياضي الساحلي. بالنسبه للاعبين اللي خرجوا زين الدين بوتمان، يوسف المساكني، فهمي بن رمضان، ولاعبين اخرين اعتزلوا كيما ياسين شيخاوي وايمن البلبولي. بالنسبه للاعبين اللي خرجوا تاثيرهم ما كانش كبير في الموسم الماضي، باستثناء بوتمان اللي كان بطل من ابطال الملحمه نتاع البطوله، وياسين شيخاوي في الجزء الاول من البطوله. ليتوال عمل 3 وديات، عمل تعادل مع نادي البنزرتي 0-0، فاز على اتحاد تطاوين 1-0، والوديه الاخيره كانت ضد الميلان وخسر برباعيه والناس كلنا. نجم الساحلي باش يلقى مشكله كبيره في الرصيد البشري للموسم القادم، وخاصه على مستوى الهجوم، وخاصه انه باش يشارك في 3 بطولات، البطوله المحليه، دوري ابطال، والكاس. ونتعداو الفريق الثاني الملعب التونسي. الملعب التونسي داخل الموسم هذا وما يحبش تعاود له السيناريو اللي صار له الموسم الماضي. الموسم الماضي الملعب التونسي بدا بدايه قويه، كمل مرحله الذهاب في المركز الثالث، من بعد برشا عوامل اثرت على الفريق وبرشا خسائر من التالي خلت الملعب التونسي يلقى روحه لاخر جوله ما يعرفش روحه في البلاي اوف ولا في البلاي اوت، وفي الاخر لعب البلاي اوت. في ميركاتو الملعب التونسي اهم شيء انه حافظ على ابرز الركائز اللي عنده، زيد على هذا تدعيم بلاعبين اخرين، هيثم المحمدي، ماهر بالصغير، غازي العيادي، ومعاهم فخري العوجي. الملعب التونسي منذ بدايه التحضيرات عمل 6 وديات، ربح 4 وتعادل في زوز. الملعب التونسي بالرصيد البشري اللي موجود حاليا نجم يمشي بعيد برشا في البطوله السنه. الفريق الثالث الاولمبي البيجي. الاولمبي البيجي الموسم الماضي لعب البلاي اوف، احتل المركز الثالث قبل حتى النادي الافريقي في المجموعات، الكل درينا شنو يعمل في الكاس وشنو يعمل قدام الكبار. حتى في البلاي اوف قدم مردود به، وقف برشا فرق وكان في الترتيب حتى قبل نادي صفاق. والنتيجه خروج ابرز ركائز الفريق، اسامه بوقره، وائل التربالي، اشرف كرير، وبكر صار للاتحاد المونستيري، وبرشا لاعبين اخرين. والانتدابات اللي قام بها ما نتصورش باش تعاود اللاعبين اللي خرجوا. ابرز انتداب قام به الاولمبي البيجي وعبد السلام الحلاوي. شدها عبد السلام، شدها عبد السلام، يا عبد السلام يا حلاوه. الفريق الرابع النادي الافريقي اللي كمل الموسم الماضي في المركز الثالث باش يشارك الموسم القادم في كاس الكاف. في فتره التحضيرات النادي الافريقي لعب 5 مباريات، خسر في زوز، ربح زوز، وتعادل واحد. الافريقي في 5 مواجهات سجل كان 5 اهداف، منهم 3 ضربات جزاء. ولهنا نشوفوا اللي فما مشكل في النادي الافريقي على مستوى الهجوم. حتى الانتدابات اللي قام بها النادي الافريقي دعم بها الوسط والدفاع اكثر من الهجوم. في الهجوم رينا كان زوز انتدابات، ايدو بسام السراري. الكلوب شلعب على 3 وجهات الموسم هذا ولازم يكون يوجع القدام، وما نصورش النادي الافريقي مازالت عنده انتدابات اخرى باش يعملها. اما الفريق مستحق على الاقل جناح ايسر في الميركاتو الصيفي ولا في الميركاتو الشتوي. قوافل القفصه اللي مازال كيطلع للرابطه الاولى وكان بطل الرابطه الثانيه، الموسم الماضي تصدر المجموعه نتاعو ب 54 نقطه. لحد الان في الميركاتو الصيفي عمل 10 انتدابات، ابرزهم حارس المرمى علي العياري بملك تضييع الوقت، ولعب اخر جنوب افريقي جوداس موزامندي من اسمه ظاهر. لعب المهاجم هذا 113 مباراة، بدا في 43 كأساسي، سجل 20 هدف وقدم 5 تمريرات حاسمة. والكالي بانغورا مهاجم نجم الرياضي الساحلي السابق. ما نجمش نحكي اكثر على القوافل، لكن حسب الانتدابات اللي عملتهم ما نجمش نستناو حاجة كبيرة الموسم هذا. مستقبل سليمان تراجع برشا على موسمه الاولى في البطولة التونسية. الموسم الماضي لولا استفاقته في الفترة الأخيرة في البلاي اوف كنا نجموا نراوه في الرابطة الثانية الموسم القادم. بالنسبة للشيء اللي راه في مستقبل سليمان حاليا يوحي انه باش يعدي موسم كارثي. عمل ولا تدعيم به للرصيد البشري اللي عنده عام ناول، باستثناء لاعب واحد نتصور انه يعاون شوي على الاقل في وسط الميدان، هو كريم العوضي. الفريق الاخير في المجموعه هو اتحاد بن قردان. الاتحاد استانسنا به كل موسم اذا فما مجموعات في البلاي اوف ولا نلقاوه على الاقل في 5 6 مراكز الاولى في البطوله. اتحاد بن قردان في الميركاتو خرجوا برشا لاعبين من ابرز اللاعبين اللي كانوا في الفريق الموسم الماضي، منهم رافق الكامرجي هداف الفريق وهداف البطوله ب 14 هدف، وضاح الزايدي للنادي الصفاقسي، فخري العوجي للملعب التونسي، شوقي بن خضر لليتوال، والحاج علي للنادي الافريقي. الكم الهائل اللي خرجوا من اللاعبين هذوما باش نراو نتيجته الموسم القادم. وعمل وديه واحده مع اتحاد تطاوين، عمل فيها 0-0. تو باش نتوقع المراكز في المجموعه الاولى. المركز السابع مستقبل سليمان، المركز السادس باش يكون فيه قوافل قفصة، المركز الخامس الاولمبي البيجي، المركز الرابع الاتحاد بن قردان، المركز الثالث الملعب التونسي، المركز الثاني النادي الافريقي، والمركز الاول باش يكون فيه النجم الرياضي الساحلي. ونتعداو توا للمجموعه الثانيه. نبداو بالسياسيس، واول حاجه باش نبدا بها هي الانتدابات. نادي الصفاقسي عمل 6 انتدابات، وضح الزايدي و5 ايفواريين، منهم 3 من فريق واحد. شكون اللي يعمل في الانتدابات في نادي الرياضي الصفاقسي؟ الطريقه نتاع الانتدابات هذه نتاع اللي نجح واللي قعد. والحقيقه فما لاعب من اللاعبين هذوما عمل بطوله عربيه
محترمه، واللاعب هذا هو كوامي قلب الدفاع. لكن رغم ذلك النادي الرياضي الصفاقسي مازال ناقص برشا تدعيمات في برشا مراكز في الفريق، وحسب اخر الاخبار نبيل كوكي قدم قائمه نتاع انتدابات باش تصير في الميركاتو هذا. اما وقتاش باش يلتحقوا بالفريق، وقتاش باش يدخلوا في المجموعه، وقتاش باش يبداو يلعبوا مع النادي الصفاقسي. وحاجه بركه نحب نفهمها في ميركاتو نادي الصفاقسي بعد ما تم تجديد لحسين علي الموسم الاخر اضافي، وبالرغم من انه كان افضل لاعب في البطوله العربيه وافضل لاعب في النادي الرياضي الصفاقسي الموسم الماضي، تم فسخ العقد نتاعو. علي قاعد نرى فيه النادي الرياضي الصفاقسي باش تعدى موسم صعيب برشا. الفريق الثاني هو مستقبل المرسى الصاعد من الرابطه الثانيه. مستقبل المرسى الموسم القادم باش يكون بقياده خالد بن يحيى، اما اداره الفريق يظهر لي ماهيش عارفه اللي فما بطوله الجمعه هذه. مستقبل المرسى عمل انتداب واحد في الميركاتو الصيفي، وما نصورش فريق طالع من الرابطه الثانيه يستحق انتداب واحد في الفريق نتاعو. الفريق الثالث النادي البنزرتي. سيابي اختار المدرب السربي دوستانيتش باش يقود الفريق في الموسم القادم. كنت خير سيابي كان عين مدرب تونسي يعرف اجواء البطوله يا خير. سيابي عمل 6 وديات، تعادل في 5 وخسر في 1، وفي 6 مباريات نادي البنزرتي سجل 3 اهداف، حصيله ضعيفه برشا في الهجوم، وهذا ما يفسر البرشا تعادلات اللي صايرين في المباراه هذه. فتره المجموعات باش تكون قصيره 12 مباراه، وسيابي لازم ياخذ بايو على بكري، خاصه انه موجود في مجموعه صعيبه برشا. الترجي داخل الموسم بنفس الهدف كالعاده، وهو التتويج باللقب بعد خسارته الموسم الماضي المرة منذ 6 سنوات. البطولة العربية عطتنا فكرة على شكل الترجي كيفاش باش يكون الموسم القادم، وتقريبا الترجي انتدب افضل لاعبين موجودين في الساحة الكروية في تونس. رغم هذا مازلت مصر اللي الترجي تستحق ظهير يمين وراس حربة كضرورة قصوى. محليا خاصة في المجموعة تصور الترجي باش يتجاوزها، لكن خارجيا نحكيو فيها قريب. الاتحاد المنستيري يكمل الموسم الماضي في المركز الرابع وضيع مشاركة في البطولات الافريقية في اخر جولة. مشاركته في البطولة العربية كانت هزيلة وخرجت الفريق بوجه سيء، وهذا كان متوقع بعد ما فرط في اكثر من شطر الفريق الموسم الماضي. الاتحاد المنستيري غير كليا الفريق نتاعو حاليا في مرحله بناء جديد. الموسم القادم باش يكون بقياده محمد الكوكي واللي تستنى فيه خدمه كبيره مع سكواد اللي موجود حاليا. وتوا نجيو للتوقعات تاع المجموعه الثانيه. في المركز السابع اتحاد تطاوين، المركز السادس باش يكون فيه النجم المتلوي، المركز الخامس مستقبل المرسى، المركز الرابع النادي البنزرتي، المركز الثالث النادي الصفاقسي، المركز الثاني اتحاد المنستيري، والمركز الاول باش يكون فيه الترجي. وهذوما 6 فرق اللي باش يكونوا موجودين في البلاي اوف الموسم القادم. بالطبيعه هذه توقعاتي انا، ما تنساش تخلي توقعاتك في كومنتير. اسمع ايش اصبر ايش ما تنساش تعمل لايك ولا بني.